إخواني، زيارة اللي بيسموه وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني إلى روسيا، وقبلها ب5 أيام إبطال محكمة النقض في فرنسا لاعتقال الرئيس السوري بشار الأسد. يا جماعة، مش قادرين تربطوا الأحداث في بعض. أول ما استلم الجولاني تسليم اليد القصر الجمهوري السوري، عمل اتفاقية جديدة ل5 سنوات مع روسيا لقاعدة حميميم، يعني نفس القاعدة اللي كانت متفقة مع بشار. ومثل ما بتعرفوا انتم، لما تدخلت موسكو عسكريا لصالح الاسد ضد المعارضه، وما ضربت اي حدا من جماعه الجولاني او غيرهم اللي كانوا يقولوا عنهم خوارج وكانوا يقولوا عنهم 11. الان 11 استلم الحكم، 11 عمل وزاره، 11 زار او اتفق مع روسيا لقاعده حميميم لبنائها مره ثانيه في سوريا. بعد شوي الوزير الخارجيه ال11 زار روسيا، وبنفس الوقت بشار الاسد ابطال محاكمته في فرنسا. يعني 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 مسرحيه مكشوفه، مسرحيه مكشوفه. بعدين في عندك وزير خارجيه بلبلده بقول لك لا نيه لنا لاباده الدروز. اقسم بالله لاول مره بضحك ضحكه سياسيا، يعني كوميديا غريبه اللي عم بتصير، والشعب بس مجرد كل واحد فيهم عامل حاله سياسي، ما حدا رابط او الاحداث ببعض او مو قادر يفرغ ويحكي اللي عنده. يا جماعه، بشار الاسد صدقوني ما زال لاعب اقليمي رئيسي بالمنطقه. بتعرفوا قائد حميميم لما عمل الاتفاقيه الجولاني مع روسيا عليها مره ثانيه على اساس تسليم بشار، عملها 5 سنين، تذكروا، عملها 5 سنين على اساس تسليم بشار. وانا قلت لكم بشار لا يمكن يتحاكم، وما زال بيلعب في المنطقة، ما زال يلعب في المنطقة. فما بالكم الآن بطل يطالب بشار، ولا سكتكم لما عمل قاعدة حميميم أول وقال لكم الحجة بدنا نجيب بشار، وانتم بدنا نحاكم بشار، كيفتوا. طلع لا بده يجيبه ولا شيء، طلعوا باخذوا أوامرهم لسه منه كمان، منه ومن روسيا ومن إسرائيل ومن. يا جماعة، المطلوب أو القادم لسوريا هو تنظيفها، افهموها، تنظيفها. ما حدا راح يضل على قيد الخياء، نحطها بحرف الخاء، ما حدا راح يضل على قيد الخياء، افهموا. تنظيف، تفريغ، مقهور أنا مقهور. شعب طلع لا بيقرأ ولا بكتب ولا بفهم ولا بيحفظ حتى، ولا بيحفظ. كل مرة صفحة جديدة صفحة جديدة. طلع لك واحد معي هذاك اليوم، شو بقول لك؟ بقول لك هيروشيما ونيكازاكي بعديها تصالحوا، بال46 ضربوها، وبال51 تصالحت أمريكا معها. طبعا نتصالح معهم، بقول لك مع روسيا. يعني روسيا طلعت مش من فلول النظام يا سوريين؟ النية انه كل واحد فلول النظام شو عملتوا فيه وشو بتعملوا فيه. وروسيا صارت مش من فلول النظام، يعني النية موسكو عسكريا تدخلت لصالح الأسد وضد المعارضة، بس أي معارضة فيهم؟ المعارضة اللي مش ممنهجة من الخارج، اللي قامت ضد بشار، اللي ماتت بال2014، بدأت بال2011 وماتت بال2014، وركبت عليها جماعة تركيا وروسيا بقيادة الجولاني، على أنه بشار هرب
ما هرب، ما هرب. بشار راح بحجة تخريج ابنه فيلم هندي عملوه عليكم، في الوقت اللي قبليها بأسبوعين كان في مؤتمر الرياض في السعودية، قعدوا إلى القمة العربية وعملوا المخطط هنا، ورجع وتحجج رايح على ابنه يحضر التخريج، ومن هناك كان مختفي له 3 أيام عن الحكومة وعن في سوريا من قبل اتيان الجولاني. بعدين اجت اوامر الجولاني يلا فوت في الدرجات واستلم القصر. بشار الاسد راجع يا جماعه، بس سوريا لازم تتقسم قلت لكم، والتقسيم قلت لكم كانت هيك بدها تصير هيك، راح تتقسم من الاطراف، راح تنعطى اراضي للعراق للاردن لاسرائيل لتركيا، مقابل انه الاردن بده يعطي الجنوب وقلنا لاسرائيل، وياخذ بداله كمان اراضي سوريه واراضي عراقيه. بدأ لساني انبرى قد ما حكيت، صرت بربر احكي لكم، بس ما مش راضيين تستوعبوا انتم. هلا سوريا لوين رايحه عوني؟ سوريا راح تصير الجنة الشرق الاوسط، بس مش لشعبها. لازم تستوعبوا هاي، مش لشعبها. سوريا خلص، سوريا ماتت، والشعب كيف هلا انا بقول لك انا اردني، طيب الاصول من وين؟ دولة عثمانية. انا عراقي، الاصول ايش؟ دولة عثمانية. انا لبناني شو؟ دولة عثمانية. انا فلسطيني شو؟ دولة عثمانية. انا دولة عثمانية. لا، انت كان إلك اشي اسمه سوريا، كان، فهلا بتصير الجنة عليها بعدم وجود اي سوري فيها. اشي تحت التراب، اشي طلع وما بيرجع، اشي بده يضل يقول لك بدنا نحاول، بدك واسطة تفوت سوريا. هلا انت مش رايح لها، لانه اذا رحت راحت فيك، خصوصا السنة، انتوا على ايد الجولاني نفسه طايرين، انتوا راح يطيركم. في ناس بفكرني ضد السنة، في ناس بفكرني ضد كذا ضد كذا. يا جماعة أنا مع الشعب كله، كردي درزي سني علوي جولاني سرياني أشوري، حتى إذا في قردي أنا معه كمان. أنا مع الشعب، بس الشعب مو راضي يفهم، الشعب عم باكل لحم بعضه. على كل حال بثي سلمي يا تيك توك، معكم السياسي الأردني عوني حدادين، والساعة الآن بتوقيت النرويج 13:46 يعني 2:45 نهارا، وبتوقيت الأردن أو سوريا الساعة الآن 14:45 يعني 3:15 من نهار يوم الجمعة 1/8 2025. طبعا بكرة عيد ميلادي 2/8، بكمل 61 سنة. كل عام وجميع البشرية بألف خير. مين أنا تتعيدوا علي أو أعيد عليكم؟ للتواصل معي تنسوش على الفيسبوك كمان عوني الحدادين، عوني الحدادين، وعلى اليوتيوب معروف عوني حدادين، أو أخبار الأردن عوني حدادين، وعلى التيك توك اللي يومي بنزل عليه بث مباشر عوني حدادين سياسي. يعطيكم ألف عافية، والله يحمي جميع البشرية بغض النظر عن دياناتهم أو طوائفهم أو منابتهم أو معتقداتهم أو حتى لقاحهم. بخاطركم.